مساء الخير يا شباب ميدل 2، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشتغل النهارده التقييم الاسبوعي للاسبوع التاني. عندنا هنشتغل factorization perfect square والجيومتري. هنشتغل colors of CM1 على البالوجرام والتراينجل have البالوجرام والكلام ده كله. يلا بينا نبدأ نشتغل في الفيرست جروب. اول حاجة عندي اول سؤال بيقولك ايه؟ عندك two parallelograms، ده هو اللي قايلهولي، ده شايفهم اهم. البارالوجرام اللي هو A B C D اهو، والتاني اهو برضو F E C B. ومن الواضح ان عندهم common base. فين الcommon base بتاعتهم؟ اهي شايفها طبعا اهو، هي اللي مطلعه البارالوجرام ده والبارالوجرام ده. او لو عايزين نشوف شكله اكتر اهو، ده البارالوجرام الاولاني اهو، هعمله لك بالوان اهو عشان تبدأ تشوفه. البارالوجرام اللي بالاحمر، والتاني تعالى نعمله اي لون تاني، مثلا ده اي لون اورنج. ده البارالوجرام التاني. مهم قوي انت لازم تشوف البارالوجرام فين. وعندهم common base B C. جميل. يبقى two parallelograms دول are equal على طول in area. يبقى أول ما الاقي two parallelograms have common base between two parallel lines هيكونوا equal in area. ودي أول حاجة هو عايزها. اوكي، تاني حاجة عايزها تعالى نكتب أول مطلوب، بعد كده نخش في التاني. عشان أكتب proof بعمل حاجتين. اول حاجة هكتب ان انا عندي parallel lines. مين ال parallel lines؟ اللي هو ال BC وال AE. يبقى BC parallel to AE، دي اول step. تاني step هقول ان انا عندي common base. مين ال common base اللي مطلعه two parallelograms؟ ال BC. يبقى BC is common base. اوكي خلاص، يبقى التو parallelograms دول هيكونوا equal in area. كاتبه ان هما ايه؟ equal in area. يبقى therefore الاريا بتاعت البارالوجرام اللي هو ABCD equal الاريا بتاعت البارالوجرام التاني BCEF. اوكي، وده اول مطلوب هو عايزه. تعال نشوف تاني واحد. تاني واحد عايز ان triangle MCE ده have البارالوجرام ABCD. طيب مش التراينجل ده اهو، تراينجل اهو، تعالى نحدد عليه اهو، تراينجل ده اهو، ده جوه البارالوجرام اللي هو FEC، فاكيد equal half، وعنده common base اللي هي CE. اوكي، يبقى هقوله since ان انا عندي common base اللي هي CE، وسنس ان CE دي parallel لمين؟ لللاين اللي قدامها اللي هو BF، وعندي هنا common base اللي هي CE is common base. يبقى therefore هعطيه triangle اللي هو MCE equal half البارالوجرام اللي هو FECB. بس مش هو ده اللي عايزه، هو عايز مين؟ ABC. طب ما FEC ده هو ABCD، يعني يبقى therefore in triangle MCE الاريا بتاعته طبعا، الاريا بتاعته equal half البارالوجرام التاني. ما هما ال two parallelograms are equal in area ADCB او ABCD عادي، الاتنين صح. خلاص يبقى احنا كده ايه؟ ثبتناه. طيب ده اول سؤال. تعال نخش على اللي بعده. تعال نخش على السؤال التاني. عندك ايه بقى في السؤال التاني؟ عايز ال area of parallelogram 50 وعايز ال length of base ب 10 و find the length of
its corresponding height. اجيب ال corresponding height ازاي؟ بص بقى، ممكن نعمل magic triangle كده اهو، ان ال area equal base over height. الاريا بتاعت البارالوجرام base sorry، الاريا equal base times height، base times height. طيب احنا عايزين الهايت، خبي الهايت كده، يبقى base divided by area divided by base، يبقى الهايت هيبقى area divided by base. الاريا عندنا هنا 50 والبيز عندي ب10، 50 divided 10 يبقى 5 سنتيمتر، وخلصت على كده. تعالى نخش على اللي بعديها. اللي بعديها هنا بيقول لي find k لو هي كانت perfect square. في عندي رول، ده طبعا first وده الميدل وده الثيرد. طيب الثيرد اجيبه ازاي؟ الثيرد رول بتاعه بعمل الميدل باور 2، اكتب لك رول زي over 4 times الفيرست. طيب يعني هعمل الميدل باور 2 اللي هو عندك 36x ده كله باور 2 على 4 times الفيرست اللي هو x باور 2. طيب ما نوزع الباور 2 دي بدل ما هي كده تبقى كأنها 36 باور 2 و x باور 2. x باور 2 دي راحت مع دي، هيتبقى مين؟ هعمل 36 باور 2 divided by 4، هعملها هتطلع 324. عادي تطلع كده عادي مفيش مشاكل. يبقى احنا كده جبنا الايه الثيرد رول بتاعه. طيب عايزين نجيب الميدل. هنا في نمبر 4 اجيب الميدل ازاي؟ الرول بتاعنا بتاع الميدل بعمل بوزيتيف ونيجاتيف، بس هو محدد لي الحمد لله ان هو نيجاتيف، واعمل 2 times root الفيرست times root مين الثيرد. يلا بينا، وهي هتبقى نيجاتيف عشان هو كاتبها نيجاتيف. لو مش قايل بكتب الاتنين بوزيتيف ونيجاتيف، بكتب الحلين وهعمل 2 times root الفيرست. root ده كام؟ root 9 ب3 وروت الاكس باور 2 باكس، عملتها سكوير روت. بعدين هعمل روت الثيرد، يعني روت هعملها على الكالكوليتر كده 25 هتطلع 5، وهعمل روت برضو الاولاني اللي هو 9 اكس باور 2 هتطلع ايه 3 اكس. بعدين هعمل الكلام ده تايمز، هيبقى نيجاتيف 2 تايمز 3 تايمز 5 هتكون 30 اكس. طيب يبقى الكي بكام؟ الاكس مكتوبة الحمد لله، يبقى الكي ايكوال 30 والنيجاتيف مكتوبة يبقى الكي ب30، وهنا الكي بكام؟ ب 324. تعال نخش على دي factorize the following completely. مفيش، هعمل ده perfect square طبعا لان ده ليه روت وده ليه روت، واللي في النص 2 times الفيرست times الثيرد هيطلع لي 20. بتأكد طبعا ان هو perfect square الاول. ده ليه سكوير روت اللي هو 5x، ده ليه سكوير روت طبعا هيبقى 2. بعدين اعمل 2 times 2 عشان اجيب الميدل ده يطلع مظبوط، بعمل 2 times 2 times 5x هتطلع 20x، يبقى تمام ده بيرفكت سكوير. احلها ازاي بقى؟ بعمل باكت باور 2 ده البيرفكت سكوير، باخد سكوير روت للفيرست واكتبه تحت، وسكوير روت للثيرد واكتبه تحت، واخد البوزيتيف دي الساين في النص ايا كانت بوزيتيف او نيجاتيف واكتبها هنا. خلاص كده انا عملت لها فاكتورايز. في ناس بتعملها 2 براكتس وتكتبهم شبه بعض، يعني 5x بلس 2 و 5x بلس 2. دي صح دي صح، براحتك احل باي طريقة، المهم تحلها صح. اوكي، تعالى نخش على السكند جروب. نفس الكلام هنا، اول واحدة نفس الكلام اللي قلناه، بس قايل لي ان ده ريكتانجل وده بارالوجرام. هتفرق حاجة؟ لا عادي. ريكتانجل الاريا بتاعته هي الاريا بتاعت البارالوجرام لو كان عندهم common base parallel lines. فين هو ريكتانجل بتاعنا؟ ADCB، والبارالوجرام اللي هو ADFE. عندهم مين الكومن بيس بتاعتهم؟ اي واضحة اوي اهي اللي هي AD.
طالع منها البارالوجرام اهو، هعمل لك عليه باللون اهو عشان تبقى شايفه. والتاني الريكتانجل اهو، نعمله اصفر اهو. خلاص عملناهم. دول بيكونوا equal in area عشان عندهم common base between two parallel lines. يعني الاريا بتاعت ده هو الاريا بتاعت ده. طب تعالى نكتبها كده واحدة واحدة. هقول له since ان انا عندي ايه اول حاجة، since ان انا عندي دي common base. مين ال common base عندي؟ اللي هي AD is common base. الريكتانجل ده بيكون سبيشال كيس من البارالوجرام، يعني هو البارالوجرام بس ايه معدول شوية. وعندي الاي دي بارل لمين؟ لللاين اللي قدامها سي اي. خلاص يبقى التو الاريا الاي بي سي دي الاريا بتاعته هي الاريا بتاعت مين؟ البارالوجرام ADFE. طب الاريا بتاعت الريكتانجل ايكوال ايه؟ ما احنا عارفين اللي هي length times width، يعني 7 times 10. يبقى اقول له equal 7 times 10 equal 70. خلاص كده احنا جبنا الاريا بتاعت البارالوجرام. طيب هو عايز حاجة تانية، عايز الاريا بتاعت AEM. AEM. طيب شايف التراينجل ده اهو، اهو هعملهولك بلون تاني اهو 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 AME. ده موجود جوه البارالوجرام اللي هو ADFE، فاكيد equal half. ليه؟ عشان عنده common base وعنده parallel line. هقول له since ان انا عندي ده المطلوب التاني بقى، ان انا عندي ال AE دي common base، وعندي ان ال AE دي parallel لللاين اللي قدامها اللي هو مين؟ اللي هو DF. فخلاص على طول ان الاريا بتاعت التراينجل AME have البارالوجرام، have الاريا بتاعت ال ADFE. ADFE equal كام؟ have 70 هتكون 35 سنتيمتر سكوير. وخلاص دي سنتيمتر طبعا سكوير. كده خلصنا دي. تعال نشوف question number 2. بيقولي find the area of parallelogram وعطيني two adjacent side. طبعا السايد يعني base، يعني دي base 1 ودي base 2 اهو مثلا كده اهو. عندي ممكن دي تبقى base وممكن تبقى دي base عادي. بس هو قايل لي ايه بقى؟ قال لي greatest height. طبعا انت عارف ان greatest height بيبقى على السمول بيز، يعني لو الهايت ده كبير فيبقى نازل على البيز الصغننة. طب لو الهايت صغير هيبقى نازل على البيز الكبيرة. فطالما قال لي greatest height هختار السمولست بيز. مين؟ ال6 ولا ال8؟ طبعا مين؟ ال6. لو قال لي السمول هايت كنت اخترت ال8. يبقى الاريا هنا بيز تايمز هايت على طول. البيز عندك بكام؟ قلنا 6 والهايت 5 هتبقى 30 سنتيمتر سكوير. هنخش على اللي بعديها. برضو هنا عايز الثيرد. بعمل الميدل باور 2 6 باور 2 اكس باور 2 على 4 تايمز الفيرست اللي هي اكس باور 2. كنسل دي مع دي هتبقى 36 على 4 هتبقى 9. يبقى الكيب 9. طيب هنا عايزين الميدل. اجيب الميدل ازاي؟ ما احنا لسه قايلين اقول في الاول بوزيتيف ولا نيجاتيف. لا هو قايل لي بوزيتيف. ماشي 2 تايمز سكوير روت للفيرست اللي هو 4 x باور 2 تايمز سكوير روت لل9، يعني 2 تايمز 4 سكوير روت بتاعها 2 وx سكوير روت لل9 طبعا بكام؟ ب3. 2 تايمز 2 تايمز 3 4 تايمز 3 ب12 x. الاكس مكتوبة وفاضل الكي يبقى الكي ب12. تعالى نخش على اللي بعديها. ده برضو بيرفكت سكوير. نتأكد طبعا زي ما قلت لكم في الأول
وهعملها باكت باور 2. هاخد ده سكوير روت بتاعه هيبقى 5x، وهاخد السكوير روت بتاع ال 49 هيكون 7، وهاخد النيجاتيف اللي في النص دي اكتبها في النص، وخلصت على كده. اوكي، تعالى نخش على الثيرد جروب. نفس الكلام، اعطيني برضو ايه ريكتانجل وبارالوجرام، نفس الكلام بالظبط. هقول نفس البروف، بس الاريا هنا هتطلع ايه بقى؟ هتطلع 10 تايمز 16 length تايمز width، هتطلع 160 سنتيمتر سكوير. نفس الكلام برضو triangle ده هاف البارالوجرام، نفس البروف اللي فات هكتبه تاني، ودي هتبقى هاف ال 160. اعمل هاف ال 160 هتكون 80 سنتيمتر سكوير. طبعا البروف ايه احنا قلناه قبل كده، نفس البروف بالظبط. اللي بعديها عطينا برضو 2 adjacent side، يعني دي بيز 1 ودي بيز 2، بس المرة دي عطينا السمولر هايت. زي ما كنت بقول لكم السمولر هايت يبقى هاخد البيج بيز. مين البيج بيز فيهم؟ ال 10 ولا 12؟ طبعا 12، يبقى اشتغل على الاتنين دول. هو حاطط لي دي عشان يلخبطني، يبقى الاريا ايكوال بيز تايمز هايت، اللي هي 12 تايمز 5 تبقى 60. اوكي، سنتيمتر سكوير، وخلصت على كده. اللي بعده نمبر 3 بيقول لي عايز الكي، وبيقول لي ان هما بيرفكت سكوير. هنا عايز الثيرد، احنا خلاص حفظنا الثيرد ايكوال ميدل باور 2، يعني 12 باور 2 اكس باور 2 over 4 times الفيرست اللي هي اكس باور 2. دي كنسلت دي، هيتبقى ايه 12 باور 2 على مين؟ على ال 4، هيطلع 36. يبقى الكي هنا ب 36. تعال نشوف اللي بعده. هنا عايز الفيرست بقى الموج، محلناش حاجة فيها فيرست. هجيب ازاي الفيرست؟ هكتب لك الرول بتاعه نفس الكلام. بعمل middle باور 2 over 4 times مين؟ times ال third الموج. طبعا بجيب الفيرست يبقى ده third. الميدل باور 2 اللي هي 40، طبعا النيجاتيف راحت عشان باور 2 فبتروح، واكس باور 2 over 4 times الثيرد 16. اكس باور 2 تنزل زي ما هي، واعمل الارقام دي كلها على الكالكوليتر واطلعها، اللي هي هتبقى 40 باور 2 على 4 times 16 هتكون 25. خلاص الاكس باور 2 اصلا مكتوبة، يبقى الكي بكام؟ ب 25، وهنا الكي طلعت بايه؟ ب 36. تعال نخش على اخر واحدة نمبر 5. هنا عايز الميدل، والميدل هنا بوزيتيف، فتمام بوزيتيف اهي، مش هكتب النيجاتيف بقى. 2 تايمز سكوير روت لل 4 اكس باور 2 تايمز سكوير روت لل 9، يبقى 2 تايمز سكوير روت لل 4 هتبقى 2 واكس، وال 9 هتكون 3. 2 تايمز 2 4، 4 تايمز 3 هتبقى 12 اكس. الاكس اوريدي مكتوبة، وفاضل مين يتكتب؟ الكي هتبقى ب 12. يا رب نكون استوعبناه. اسئلة مهمة جدا جدا جدا، حاول تحلها تاني مع نفسك وتراجع الاجابات اللي انا حلها في الفيديو. واي استفسار او اي حاجة ممكن تكتبولي في الكومنتس عندي على الفيديو. اي حاجة عايزيني احلها ابعتلي برضو. وسلام.